كوكو مي شيري، مرحبا بكم على شان يوتيوب نتاعي. اليوم باش نعملوا مع بعضنا غسيت نتاع فريكاسي تونسي. نودكم ولا نشحيكم مغزرول كيفاش طري خفيف ابان من نتاع الشارع. ناكد لكم اللي هو ابان نتاع الشارع نظيف مو في الدار تعرفش فيه. باش نوريكم انا كيفاش شنو نحط في وسطه يعني. اما بالطبيعه نتوما ليكم الاختيار تحطوا فيه اللي تحبوا. كان تلقاو فلفل بار العبيد تنجموا تحطوا قدموا لي قد ما لي انا بربي نوي معاكم قدر ما لقيتش. علاش باش نعملوا الفيديو نتاع اليوم؟ انا عملته قبل. الفيديو هذايا ياسر مطلوب وبرشا عباد جربوه وعجبهم على الاخر. دونك الغوسات هي هذيك، هي مانيش في مدار الغوسات الناجحه، جوست باش نوريكم طريقه اخرى كيفاش باش نقسموهم باش نطيبوهم. وخاصه فما برشا سؤالات ديما يتعاودوا باش نحاول نجاوب عليهم في الفيديو هذا. اول حاجه هوني ناخذ الماء دافي، مش ماء يغلي، ما تحطوش يغلي، ماء دافي من السباله تسخنوه مليح وتحطوا فوقه تحطوا في وسطه سامحوني اللوفور ولوفور بولونجير مع تخميره الخبز والسكر. بالنسبه للناس اللي ما يفهموش اللهجه التونسيه ولا اللغه الفرنسيه، نفس الفيديو موجود باللغه الانجليزيه. حلو صندوق الوصف تحط لكم الرابط. كهوني باش نخليهم يخمر. كان الدنيا سخونه 5 دقائق، كان الدنيا بارده 10 دقائق. المهم ريتو كيفاش يعمل لك الكشكوشه الفوقانيه، وقتها تعرفوا اللي هو خمر. ونجي نكمل نحطوا العظمه اركضوها عايشكم باش بعد ما تقلقكمش في العجنين في الخدمه. وباش نحط الزيت زيتونه. لي زانغريديون الكل تلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف تحت الفيديو. كان ما تعرفوش صندوق الوصف شنو، تحت الفيديو على يدك اليمين فما فلاش انزل عليها كيفاش صغرونا تيخرج لكم كل شيء. تلقاو المقادير باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه. هنا باش نعمل باش نحط شطر الفارينه، مش باش نحطها الكل. والملح ريتوني الملح حطيته في الشطر الاخر. الملح عايشكم ما تحطوش مع الخميره، خاطر الملح كي تحطوه مع الخميره يقتل الخميره هذيك. علاش احنا نحطوا السكر هو اللي باش يعاون الخميره باش تخدم على روحها. دوك نحطوا البارتي الاولانيه. سؤال ديما يجيني هو كي نحط الفارينه ونحل الماكينه تطش الدنيا بالفارينه. بتطش الدنيا بالفارينه بالطبيعه على خاطر الفيتيس تحطوها قويه. دونك ديما بداو بفيتيس صغيره بور انكوربوري معناتها الفارينه بالليكيد. ومن بعد كان باش تزيدوا فيتيس تقوي فيها. ما هوني راكم ما تستحقوش باش تقوي فيتيس واحد والا اثنين، ما اكثرش من نمرو اثنين. خليوها تخدم. كملت هوني من بعد زدت الفارينه، بقيه الفارينه والملح. اغزرولها من الاول كيفاش تبدا هكا شاده روحها. اقعدوا اخدموها بالماكينه 5 دقائق. كان باش تخدموها بيديكم اخدموها 10 دقائق لين تولي اغزرها كيفاه تتلصق وتتحل. ما تزيدوهاش فارينه عايشكم، خليوها هكا فوالا. تو باش نهبطها وباش نخليها تخمر. كان عندكم وسع البال كان عندكم بول واحد اخر زيتوه هكا وحطوا البات تخمر في وسطه، يمكن احسن باش تنفخ في ساعه كيما تحب. بالنسبه للكونتيتي اللي عملتها لكم انا باش نحط 3 عظمات نطيبهم وكعبه بطاطا كبيره. كان عندكم بطاطا صغيره تنجموا تحطوا زوز. توا خلينا البات نتاعنا خمرت كيف كيما قبيل عملنا الخميره. كان الدنيا سخونه راهي تخمر في ساعه، معناتها نص ساعه تخمر. كان الدنيا بارده 45 دقيقه تخمر. المهم ريتو كيفاش تتنفخ مليح هذيك معناتها خمرت. وما تخليوهاش اكثر من اللازم زيدا، راك تخليوها اكثر من اللازم تتهلك البات يعني كي تخليوها تخمر اكثر من اللازم. هوني حطوا يديكم بالزيت مليح باش نجموا فو ديغازي. فرغوا اكل الغاز الهواء اللي في وسط البات الكل فرغوه. ومن بعد هبطوه على البلان دو ترافاي. البات راهي تتلصق دونك ماذا بكم البلان دو ترافاي تزيتوه والقلقال هذيك زيتوه. بينا في الفيديو القديمه وريتكم كيفاش تقسموهم بيديكم كعبر وتحطوهم يخمروا. المره هذه جوج نوريكم كيفاش تقسموهم باللامبورت بيس. يمكنش يكون احسن باللامبورت بيس كي كان تبداو متاكدين اللي هما يجيو فرد كبر. قبل ما نقصوا باللامبورت بيس حاجه مهمه جدا انك تهز البات وتعاود تهبطها في البلان دو ترافاي قبل ما تبدا تعمل باللامبورت بيس. خاطر كي تبدا انت تعملها بالقلقال تحلها هي باش تتجبد مازال باش تلصق من اللوطه في البلان دو ترافاي حتى كان فما زيت. انت تجي باش تعمل باللامبورت بيس وهي تتجبد هكا وتعاود تشرب. هذاك علاش لازمكم تهزوها وتحطوها قبل ما تعملوا باللامبورت بيس باش يجيكم الكلهم قد كاو. باش نكمل نعملوا الكل والبات اللي تقعد نعاودوا نلموها ونعاودوا نعملوا نفس الطريقه لين نكملوا البات الكل، نكملوا الكعبات الفريكاسي الكل.
تنجموا تحطوا تاخذوا طبق تزيتوه شويه كان ما عندكمش بابي كويسون وتجيو تفرموهم هكا تجبدوهم شويه باش يجيو كلهم فرد فورمه. هوني خليتهم يخمروا 20 دقيقه وباش نبدا نقلي على روحي. دوك انتر انا بديت نحضر في الزيت حطيته يسخن وحضرت بحذايا كيس وبول هذاك باش كي نحط الكعبات الفريكاسي الزيت الكل يهبط على البول. ما تحطوش بابي ابسوربون راهو ينجم يلصق، دونك خليكم هكاك كي تحبوا تحطوا بابي ابسوربون حطوه في وسط البول، حطوه تحت الكسكيس مثلا مش اون كونتاكت ديريكت مع كعبات الفريكاسي. هوني قعد لي شويه بات ما جاتش كعبه كامله هي جوست هذاك بديت نجرب بيه حطيته باش نتستي بيه الزيت. تنجم تكون راه صغرونا في الفيديو نتاع المره اللي فاتت قعدت لي نكته هكا هي تستي بيه. المهم كي تحطها يلزم الزيت يعمل تبقبيقات يخرجوا اوتور نتاع الباد. كي يبدا يبقبق مليح انتم تنجموا تكملوا تحطوا بقيه كعبات الفريكاسي. باهي فما حاجه زاده جاني هو السؤال وهي راهو حكايه حكايه مطعم. انت كيفاش تحب الفريكاسي نتاعك؟ كان تحب الفريكاسي يبدا فارغ من داخل اش تعمل؟ ريت بعد ما خمروا كل كعبه قبل ما ترميها في الزيت تطبقها بيدك. لما تتعاود تفرغ الهواء تطبقها بيدك ولا تطبقها بالقلقال ولا تطبقها باليدحن، طبقها وترميها في الزيت ديريكتومون. هي كي تشم الزيت تتعاود تنفخ، كي تتنفخ بالهواء من داخل تقعد لك فارغه. انا هوني جو بريفير تبدا فيها كيما البيبه من داخل، اما راهو مش معناتها فيها بيبه معناتها راهي تجي يابسه ولا معجنه هكا مريتوها في اول الفيديو راهي تجي خفيفه 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 خفيفه. وانتوما بالطبيعه حسب الذوق هكا عندكم زوز طرق وانتوما دبروا روسكم. هوني باش نكمل نطيبهم الكل. حاولوا ما تعبيوهاش برشا الكسرونه نتاعكم، ماذا بيكم تبدا غارقه. نسيت ما قلت لكمش الزيت على الاقل غارق 3 سنتيمتر ولا 2.5 باش تبقى هي وين تتنفخ. فوالا ريتوه الزيت كيفاش يبقبق اما ماهوش يحرق، معناتها مازمش تتحرق باش في ساعه معناتها باش تطيب باش تاخذ وقتها باش تطيب. باهي هوني حبيت نوريكم علاش انا عملت بابي كويسون. فما اللي سالوني قالوا لي راهو كي نخليوها تخمر نجيو نهزوها يقعدوا صوابعنا في البات. يعني هذه طريقه كان تحبوا كيما يعملوا الدونتس الامريكان تجيو تحطوهم في بابي كويسون بعد تقصوا داير بها اوزو كيفاه وكي تحطوها عيشكم ردوا بالكم. راهي هذه هي سي فري تبدا مرتوبه اما راهي تخوف خاطر تنجم تحرق يديك معناها تنجم تطش. دوك انتوما ردوا بالكم وقت اللي تعملوا هكا الطريقه فوالا اغزروا لهم باش نوريكم كيفاش هما يبداو من داخل. اغزروا خفيف على الاخر بدك تمسهم خفيف ما فيهم حتى شيء وفيهم بيبه هايكا بيبه ولازم تبدا طايبه من داخل. بالنسبه للناس اللي يسالوني اذا كان نجموا نعملوه في الفور راهو هو خبز معناتها كان وصلت عملته في الفور يولي ما عادش فريكاسي يولي اسمه خبز. يعني العجينه هذه هي اللي نعمل بها انا الخبز نتاعي. تلقاو تدخل فيديو نتاع خبز هي بيدها راهي العجينه كي تحطوها في الفور تولي خبز يجي طري ياسر ويجي خبز بنين اما ما اسموش فريكاسي ولا هكا. هوني حطيت هريسه عربي حطيت تون حطيت بطاطا طايبه حطيت زيتون حطيت عظم مسموط وزدت هريسه لازم نزيد هريسه من داخل ومن برا وشويه بيرسيل فلفل برعبيد ما لقيتش والله شتيته على الاخر الله غالب في معناتها في الفيديو هذه ما لقيتش باش نحطه. ان شاء الله نكون فسرت لكم وجاوبت لكم على اسئله نتاعكم الكل. فوالا كملنا الفيديو نتاع اليوم. حبيت نقول لكم راهو وقت اللي فوزابوني فما جرس على يد كليمين هذاك انزلوا عليه باش كل مره كي تهبط فيديو جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. ان شاء الله عجبتكم الفيديو نتاع اليوم. ما تنساوش تخليوا لي ثامز اب كان عجبتكم. كان جربتوا الغوسيت ما تنساوش حطوا لي في كومنتير. كان عندكم اي سؤال مرحبا بكم حطوا لي في لي كومنتير زاده ونشوفكم في الفيديو